طيب الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. رؤساء مصر وروسيا وألمانيا وكوريا يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. الإثيوبيون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال. ارتفاع مؤسسات التعليم بنسبة 400% في عالدقيح. واشنطن تهدد طهران بأقوى عقوبات في التاريخ. عشرات القتلى في موجة حر شديدة بمدينة كراتشي الباكستانية. وقتلى جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في سريلانكا. أهلا بكم للتفاصيل. بعث رؤساء مصر وروسيا وألمانيا وكوريا الشعبية الديمقراطية ببرقيات تهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 27 لعيد الاستقلال المجيد. وأعرب رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر ستينمير ورئيس المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم يونغ نام في البرقيات التي بعثوها باسمهم وباسم شعبهم وحكوماتهم بموفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والنماء لإريتريا وشعبها. وأكد الرؤساء على الرغبة والاستعداد لتعزيز العلاقات مع إريتريا في مختلف المجالات. احتفل الإريتريون المقيمون في نيويورك وكولومبوس الأمريكيتين وباريس الفرنسية ودبي والإمارات الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاستقلال 27 تحت شعار الرؤى بالعمل. واحتفل الإريتريون في كولومبوس بولاية أوهايو بالمناسبة بأنشطة تعكس تراث المجتمع وجمال التعدد بوسيلة تتوارثها الأجيال. واحتفل الإريتريون في مدينة نيويورك وضواحيها ولويزيانا بالمناسبة بطريقة تعكس ارتباطهم بوطنهم، حيث أعلنت عمدة المدينة السيدة لاتويا كانتريل إحياء اليوم 24 من مايو سنويا كيوم استقلال إريتريا. وفي الاحتفال الذي نظم في مدينة باريس ببرامج موجهة للأجيال الحديثة، قالت سفير إريتريا في فرنسا السيدة هانا سومون أن الشعب الإريتري حقق الاستقلال نتيجة صموده ووحدته القوية، مؤكدة على ثقتها التامة بتحقيق هذه القيم والمعجزات لبناء وطن مزدهر. واحتفل الإريتريون في دبي والإمارات الشمالية بعيد الاستقلال ببرامج تعكس القيم والفخر الإريتري. وأوضح سفير إريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر في الكلمة التي ألقاها أن إريتريا نتاج نضال الجماهير الموحدة والمتفانية، مؤكدا أن الشعب الذي حقق الاستقلال وأمن السيادة لن يعيقه شيئا في التنمية الوطنية. من جانبه أوضح رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية السيد عبد القادر محمد سعيد أن الفعالية ترتكز على التأطير وتعمل الجالية لتقوية صفوفها وتعزيز المشاركة في برامج التنمية. نظمت برامج فنية وثقافية من طلاب مركز التدريب المهني في ساوة بمناسبة عيد الاستقلال، واشتملت البرامج المصحوبة بالمنافسات الخطابة والمعلومات العامة والحوار والأدب والفن التشكيلي والرقصات الحديثة والتراثية والمسرح وعروض الجمال والأزياء. وقال مدير مركز التدريب المهني في ساوة الأستاذ تسفاي تولد في المناسبة أن البرنامج يأتي في إطار العملية التعليمية وسيجري العمل لتوسيعه في المستقبل، داعيا الطلاب لتطوير التعليم المهني الذي تلقوه عمليا. وأشاد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بساجد في الكلمة الختامية بالطلاب ورعاتهم والمعلمين في مركز التدريب المهني بالجهود التي قاموا بها للاحتفال بعيد الاستقلال، مؤكدا على تقديم مركز تدريب الخدمة الوطنية كل التعاون اللازم والمطلوب منه في هذا الصدد. ارتفعت مؤسسات التعليم في مديرية عالدقيح بنسبة 400% نتيجة الاستثمار الذي جرى في سنوات الاستقلال 27. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد أن المدارس كانت لا تتعدى 11 قبل الاستقلال في جميع أنحاء المديرية، وبلغت حاليا 44 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وبالتوازي ارتفع عدد الطلاب وبلغت مشاركة الطالبات بنسبة 50%.
وقال أن المعامل ومركز تقنية الكمبيوتر من المجالات التي منحت الاهتمام بعد الاستغلال للدفع بالتعليم التطبيقي ورفع كفاءة الطلاب، مشيرا إلى فتح نقاط تعليمية في جميع ضواحي المديرية لمحو الأمية. ويوجد في مديرية عدغي حوالي 46 ألف طالب يتابعون التعليم النظامي. أعرب سكان دنبع عد سقاي بمديرية حقات عن ارتياحهم لإرسال مشروع مياه يعمل بالطاقة الشمسية والذي خلق لهم الاستقرار في حياتهم المعيشية. وأشار مدير ضاحية عد عمر السيد محمد إبراهيم أن المشروع يشمل بئر وخزان مياه سعة 500 برميل وثلاثة محطات توزيع مياه وأنابيب بطول كيلومترين ويخدم الإنسان والماشية. وذكر أن المنطقة كانت تعاني في السابق من مشكلة المياه وهو ما أثر سلبا على الطالبات. ويخدم مشروع المياه الذي أرسي عام 2013 ضواحي الشبق وعد عمر وفلحيتو وقولا. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. هددت واشنطن طهران بفرض أقوى عقوبات في التاريخ إذا لم تلتزم بشروطها للتوصل إلى اتفاق جديد موسع بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال عرضه الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة بأنه لن يكون لدى إيران مطلقا اليد الطولى للسيطرة على الشرق الأوسط كما قال. وأعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أن بلاده ستمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني مع أقوى العقوبات في التاريخ، مؤكدا أن ذلك مجرد بداية فقط. وأسار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى رفض التهديدات قائلا أن العالم لا يرضى بأن تقرر الولايات المتحدة عنه وأن ثمن هذه التصريحات قد ولى. وأثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق المبرم عام 2015 بين القوى العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية غضب الأوروبيين الذين حاولوا بدون جدوى التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى حلول من شأنها أن تشدد هذا الاتفاق للتصدي لسلوك إيراني يعتبر مزعزعا لاستقرار المنطقة. من جهتها أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن خطاب الوزير بومبيو لم يثبت البتة كيف أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أو سيجعل المنطقة أكثر أمانا حيال تهديد الانتشار النووي. قالت منظمة للرعاية الاجتماعية في باكستان اليوم الثلاثاء أن موجة حر أودت بحياة 65 شخصا في مدينة كراتشي بجنوب البلاد في الأيام الثلاثة الماضية وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات في ظل استمرار الموجة. وتزامنت الموجة الحارة مع انقطاع للكهرباء وحلول شهر رمضان. وذكرت وسائل الإعلام محلية أن الحرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية. وتثير التقارير عن سقوط وفيات نتيجة الموجة الحارة تلك حالة من القلق وسط مخاوف من حدوث موجة مماثلة في 2015 أودت بحياة ما لا يقل عن 1300 مسن ومريض. ودعت السلطات سكان كراتشي أكبر المدن الباكستانية إلى تجنب التعرض للشمس والبقاء في المنازل، في حين حذرت هيئة الإرصاد الباكستانية من أن موجة الحر الشديد ستستمر طوال الأسبوع الحالي. تسببت أمطار موسمية غزيرة في مقتل 5 أشخاص في سريلانكا، مما دفع السلطات إلى التحذير من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة. وقال مسؤولون في مركز إدارة الكوارث بالبلاد أن البرق قتل 3 أشخاص بينما قتل انهيار أرضي الرابع وتسبب سقوط شجرة في مقتل الخامس. وقال المتحدث باسم المركز أن الفيضانات أدت إلى إجلاء السكان من مناطق انفاضت مياه عدة أنهار فيها. وصدر تحذير أحمر من احتمال وقوع انهيارات أرضية في 4 مناطق. وقال المتحدث باسم الجيش أنه تم إرسال أكثر من 100 جندي مع أكثر من 25 قاربا لمواجهة هذه الحالة الطارئة. إلى هنا مشاهدينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.